دايما بقعد افكر ليه الراجل بيحب يبص لواحده تانية غير مراته او خطيبته او حبيبته حتى لو كانت نزوه. ليه دايما مراتك ترعاك وترعى عيالك وتصونك وتحافظ على سمعتك وتحاول تكبرك وانت تبص لواحده غيرها؟ ليه حبيبتك او خطيبتك تستحمل بعدك وعصبيتك وتحافظ عليك، ومهما مين حاول يكلمها ما تبقاش شايفه غيرك وتحارب علشانك وتتنازل عن حاجات كتير، وانت مجرد ما تمل شويه تروح تكلم بنات وتخونها؟ ليه مطلوب منها انها تستحمل الملل والروتين والعصبيه وتحافظ وتصون وانت لا، حتى لو هي نكديه وفيها العبر؟ طب ما تسيبها وخليها تشوف حياتها، وانت كمان روح شوف حياتك. ليه تحسسها بالنقص في انها تشوف انها مش مكفياك، مش ماليه عينك، مع ان انت مش عدل بس انت مالي عينيها ومكفيها؟ ليه القرف ده انك تعلقها جنبك وفي نفس الوقت بتبادل مشاعرك مع واحده غيرها؟ هل المفروض لما هي تزهق وتمل تبادل مشاعرها مع واحد غيرك؟ طب بتبقوا حاسين بايه وانتوا بتعملوا كده؟ يعني مفيش لحظه كده مراتك وعيالك او خطيبتك حبيبتك بيقعدوا قدام عينك او بيجوا في خيالك وانت بتخون الست اللي مدياك الامان؟ ده لو هي حاسه بامان اصلا من ناحيتك.